تحضير من جديد من الجهه اليمنى، عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تأطير الكره لمسات اليد ديال المدافع وضربه جزاء. نشوفوا هنا القرار ضربه جزاء. نعم ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي، لمسه يد داخل منطقه الجزاء. سيناريو مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي في 2 دقائق. إذا الاستعداد لتنفيذ أول ضربة جزاء في المشوار المؤدي للمونديال. ونقطة المهمة لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي وضع الكرة ديالو، رجع للخلف، كيتقدم أشرف حكيمي ويضيع كرة مشات مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. على أي هي مع الانطلاقة ديال تفاصيل هذه المقابلة كانت فرصة للمنتخب الوطني المغربي. انطلاقة من زياش تصويبة، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي، هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقه ممتازه، احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. تصويبه لا تبسط ولا ترد بهذا الطريقه، تهزيم الحارس كويسي كواوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس، صوب الصويبه مباشره صوب المرمى، غلطت الحارس لقوتها، غلطت الحارس لي بناء العمليه الهجوميه. تحضير ذكر بانه حكي امكانيه الحصول على كره في الخط الامامي، الحضور من جانب عدلي، القيام بالضغط. المغربي اللي 17 سنه اللي حقق الانجاز، وحنا نشوف هذه الكره عند بونو مديمو لفرق عالميه، لفرق كثيره وطنيا وخارج الوطن. فريد ممتازه من حارث المراوغه داخل منطقه الجزاء، بحث عن التصويب عن تمرير، وفي اخر مطاف هنالك تغطيه من الدفاع وكانت جيده، كان بالامكان ان تكون في الشباك. تم التعامل معها اتجاه لوساتو موكيندا الى خارج خط المراوغه، كاد ان يمر. شوف الجهه اليمنى حاجي مونوغا والحارس في المكان المناسب، راسيه من جديد، فرصه الانسان من جديد، حاول والبحث عن حكيمي اشرف، تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيد. تمريرات تاتي من عناصر المنتخب الوطني المغربي في تبادل الكرات. الجهه اليمنى البحث عن حكم مرابط. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم على نهايه تفاصيل الجوله الاولى، كلها مباريات يعني من المباريات المهمه على مستوى التصفيات الافريقيه المؤهله كاس العالم 2026. لحظات وستعطى ضربه البدايه والدخول في غمار الشوط الثاني من عمر هذه المقابله، والمتابعه لتفاصيل ما تبقى من الشوط الثاني والاداء الخاص المنتخب الوطني المغربي اللي هيمن طول العرض على تفاصيل الجوله الاولى. اذا الانطلاقه تاتي لتكون باقدام منتخب تنزانيا، تعطى صافرة انطلاقة الشوط الثاني في هذه اللحظات. هنا المحاولة، الكرات البعيدة عن المرمى، أشرف حكيمي سعيد صويبة، يذكرنا بالكأس الأمم الإفريقية المشاركة ديالو اللي كانت جيدة خاصة على مستوى التصويب. محاولة لعناصر المنتخب الوطني المغربي بالجهة اليمنى، كرة من نايف، هذه كرة أمامية، تدخل من أشرف حكيمي تنوس، والاندفاع على مستوى الشق الهجومي في المساندة الهجومية دائما من عناصر المنتخب الوطني المغربي الأكثر تهيئا وتحضيرا لهذه المباراة أمام المنتخب التنزاني. كرة ملعوبة بشكل سريع من الجهة اليسرى، تمريرة جانبية، محاولة البحث عن حكيم زياشي نوغا ضائعة، تدخل يقول الحكم لصالح المنتخب التنزاني، المخالفة. 6 دقائق على انطلاقة الجولة الثانية. لاحظنا المحاولة، الكرة العرضية وأيضا الفرصة التي أتيحت، وبطاقة صفراء تأتي. سياش تمريرة ممتازة في اتجاه بلال خلوص، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، وهدف للمنتخب الوطني المغربي، هدف للمنتخب الوطني المغربي. التموضع جيد على مستوى رقعة الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحة نصيري في المكان المناسب لإتمام الكرة الماضية. كرة جانبية داخل منطقة الجزاء، اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكرة غتمشي بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه، يأتي هدف بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه. تغطية دفاعية لم تكن بالمرة جيدة من المنتخب التنزاني، ولكن